اللي عايز يشهر اسلامه مفيش اي مشكله ما دام معدي ال 21 سنه، اللي فيه خطوات قانونيه بتعملها. اول حاجه بتعمل توكيل للمحامي، والمحامي ده بيكون في التوكيل بند لتغيير الديانه في السجل، عشان لما يحصل اختفاء المحامي ده يحق له ان يطلع ويقول والله يا جماعه انا موكلتي كانت عامله لي توكيل، وادي التوكيل اهو، وعاملاه في الشهر العقاري وهي مش موجوده مختفيه. بعد ما بيعمل توكيل بيبدا خطوات اشهار الاسلام وهم في البيت، وهو الشخص المسيحي في البيت، ان هو بيبدا بقى ياخد خطوات اشهار الاسلام من اول الازهر. يعني الازهر دي اول خطوه. بعد كده ايه الحاصل؟ بيروح يوثقها في الشهر العقاري. بعد كده ايه الحاصل؟ بيعمل فيش وتشبيه موجه للسجل المدني. بعد كده ده كل ده وهو لسه في بيت اهله. لما تستلم شهاده ميلادك في ايدك المسلمه وبطاقتك المسلمه، وقتها تقدر تقول انا اسلمت. محدش يقدر وقتها يجي يقول لك لا طب تعالى، لا هنرجعه، لا هنعمل تغيب ولا اي حاجه. خلصنا ورقه الاشهار، خلصنا ختم الورق من وزاره العدل اللي هو الشهر العقاري اللي هناك، خلصنا الفيش والتشبيه الموجه للسجل المدني. بعد كده بتبدا تروح السجل المدني التابع لمحل الميلاد وتقدم على نموذج 24000. هنا بقى بيشوفوا لو عليك تغيب ولا لا. مفيش، المفروض ان هو بيجي لك ورقه بيقول لك اتفضل نموذج 24000، بتروح تقدمه للسجل، تغير ديانتك وتغير اسمك. لو انت اسمك مخالف للشرع، لو عبد المسيح مثلا غيره، فاي اسم ممكن يتعدى عدو عادي، عشان بياخد وقت اكتر في المراجعه لما بتيجي تعمل النموذج ال 24000 ده. وبعد كده بتقدم ورقك، بعدها فتره بتاخد بطاقتك الجديده بالديانه الجديده اللي هي الديانه الاسلاميه، دين التوحيد اللي انت بتعبد فيه اله واحد، ما بتعبدش فيه ثلاثه، اتنين بيكلموا بعض وواحد ساكت.